Unit 3 Lesson 2 Environmental Balance التوازن البيئي. في تعريف عايزين نعرفه كده في الأول اللي هو الإيكو سيستم. إيه هو الإيكو سيستم؟ الإيكو سيستم is any natural area including living organisms and non-living things. أي منطقة طبيعية تحتوي على كائنات حية وأشياء غير حية تقدر تقول عليها وأنت مطمن إيكو سيستم. أي منطقة طبيعية زي مثلا الريفر، النهر، سي، ديزرت، فورست، الغابة. طيب أنا عندي طبعا different types of ecosystems، في أنواع مختلفة من الإيكو سيستم. ممكن الإيكو سيستم ده يبقى سمول صغير زي البوند، بركة مية صغيرة جدا، لو تاخد بالك فيها طبعا كائنات دقيقة دي تعتبر living organisms، وتحتوي على non living things زي مثلا الووتر، ده يعتبر إيكو سيستم بس صغير. ممكن الايكو سيستم يبقى لارج، ديزرت او فورست، الصحراء او الغابه فيها مكونات غير حيه، الساند، الاير، الووتر، وطبعا في الانيمالز والبلانت اللي عايشين فيها كليفنج اورجانيزم. ممكن يبقى فيري لارج ايكو سيستم كمان، بس ده ما عنديش منه الا يونيك اكزامبل، مثال واحد اللي هو اليونيفرسال كون. طب ايه هي الكومبوننتس بتاعت الايكو سيستم؟ الكومبوننتس احنا لسه قايلينها في الديفينيشن في التعريف. ليفنج اورجانيزمز زي الانيمالز، البلانتس، ممكن الفانجي والالجي اللي هو الفطريات والطحالب، وفي النون ليفنج اورجانيزمز such as water, air and soil، الميه والهواء والتربه. There are different relations between living organisms in the environment. طبعا بنلاقي في علاقات مختلفه جوه البيئه ما بين الكائنات الحيه. ممكن تلاقي في ريليشن بين البلانت والسويل، لان البلانت طبعا depend on their food on the soil، بيحتاج ان هو يعمل absorption some components من السويل to make photosynthesis process عشان يعمل عمليه البناء الضوئي بتاعته تكتمل. ممكن تلاقي كمان في ريليشن between plants and animals، في علاقات ما بين النباتات والحيوانات، واحنا خدنا في الليسون اللي فات ان الانيمالز depend او كل الانيمالز depend on their way of feeding on plants سواء indirect او direct way. في ريليشن among different animals، في animals بقى بتاكل animals اخرى، يعني دي تعتبر كلها ريليشن جوه الايكو سيستم. طيب الانفيرمنتال بالانس اللي هو التايتل بتاع الليسون بتاعنا ايه هو؟ It is the balance among the components of the ecosystem، هو التوازن ما بين بقى المكونات اللي فاتت دي كلها. طبعا الانتراكشن among the environmental components is a continuous process. لضمان استمرارية الحياة لازم يحصل تفاعل جوه الايكو سيستم او ما بين الانفيرمنتال كومبوننت دي كلها. Leads to keep the balance on unless a disturbance arises as a result of changing the natural things or the interference of man. بيبقى في نوع من انواع التوازن في البيئه بيضمن استمراريتها لحد ما يحصل اختلال في التوازن ده، وده بيكون نتيجه حاجه من الاثنين، يا تغير في الظروف الطبيعيه يا نتيجه تدخل الانسان. تعالوا نشوف النقطه دي بالتفصيل. Factors disturb أو harms the environmental balance، عوامل بتضر بالنظام البيئي أو التوازن البيئي. العامل الأول زي ما احنا قلنا natural changes، التغيرات الطبيعية. دي change في natural conditions، هيحصل تغير في الظروف الطبيعية أو الجوية هتأثر على environmental balance، وده يؤدي إلى disappearance of some organisms or appearance of another. يعني هيحصل اختفاء لبعض الانواع اللي موجوده اصلا في البيئه ديت، لو حصل مثلا حرائق طبيعيه او فيضانات او كل دي ناتشورال تشينجز، وبعد فتره هتلاقي ظهر انواع جديده ما كانتش موجوده قبل كده نتيجه اختفاء الانواع القديمه. وبالتالي احنا كده يعتبر في حاله امبالانس او انعدام وزن في الانفايرمنت او البيئه دي. في اكزامبل عندنا الديناصورز، دي كانت كائنات ضخمه جدا وكانت تسود الكره الارضيه من ملايين السنين واختفت، وطبعا بيعود السبب في اختفائها الى الناتشورال تشينجز او التغير في الظروف الطبيعيه لكوكب الارض، ما عادتش ملائمه لان الديناصورز دي تعيش فيها، وبالتالي انقرضت كلها، حصل ما يسمى بالاكستنكشن او الانقراض. العامل الثاني اللي بيعمل ديسترب للانفيرمنتال بالانس هو المان انترفيرنس او تدخل الانسان، such as environmental pollution, cutting the trees، زي طبعا التلوث البيئي وقطع الاشجار، كده انت بتدمر environmental balance الايكو سيستمز كامله. طيب قصاد كده طبعا في عندي فاكتورز keep the environmental balance، في عندي عوامل بتحافظ على النظام البيئي. رقم واحد effect of predation of environmental balance، تأثير الافتراس على التوازن البيئي. هل الافتراس بيحافظ على التوازن البيئي؟ بالفعل البريديشن organizes the number of prey population، يعني الافتراس بينظم أعداد الفرائس في المجتمع الواحد. ازاي ده الكلام ده؟ The predators help prey to get rid of weak or sick members and let the strong ones reproduce and increase in numbers.
طبعا انت بتلاقي الكائنات المفترسه بتساعد الكائنات الضعيفه اللي بتفترسها ان هي تتخلص من الافراد الضعيفه والمريضه، لان مثلا البريدتور مش هيفترس اي براي، هيفترس البراي اللي هي ويك ضعيفه ما قدرتش تهرب، او السك المريضه اللي برضو عاجزه عن الهرب، وبالتالي الكائنات او البريز القويه اللي هتهرب هيبقى عندها القدره فيما بعد انها تعمل ريبرودكشن تكاثر وهتنتج افراد قويه زيها، وبالتالي ده يضمن استمرار السبيشيز او النوع. طيب تعالوا نسال سؤال افتراضي كده: what happens if there are no predators in the ecosystem؟ افرض مفيش predators في الايكو سيستم. لاول وهله يبان ان ده شيء كويس، بس هو في الحقيقه شيء مدمر للايكو سيستم والانفايرمنتال بالانس. ازاي؟ لان ساعتها النمبر اوف بريز انكريز، ما هو ما عادش في بريدتورز بقى، البريز الفرائس كلها هتزيد. طب هل ساعتها الفود هيكفي؟ اكيد طبعا لا، هتلاقي الفود will not be enough for them and they will die، وبالتالي هيموتوا برضه في الاخر، بس هيموتوا كلهم، ده ممكن يؤدي الى الاكستنكشن او انقراضهم في المنطقه. لكن لما كان في بريدتورز مش هياكل كل الكائنات ديت، مش هياكل كل البريز، هياكل بس احتياجه منها وهيسيب الباقي يعيش ويحصل له البرودكشن يتكاثر، وبالتالي يضمن استمراريه النوع. العامل الثاني اللي بيأثر او بيحافظ على الانفايرمنتال بالانس هو السابروفايتس، الكائنات المحلله. طبعا احنا خدنا الجزئيه ديت في جريد 4، هنقولها تاني: السابروفيتيك اورجانيزم such as bacteria and fungi، الكائنات المحلله زي البكتيريا والفطريات. work on decomposing the bodies of dead organisms، زي ما احنا عارفين من الليسون اللي فات، دي بتتغذى عن طريق تحليل اجسام الكائنات الميته. لما بتحلل اجسام الكائنات الميته بتعمل ريسايكل للكيميكال اليمنتس، بتعيد دوره المواد الكيميائيه الموجوده جوه الاجساد الكائنات الميته دي، زي الكربون والنيتروجين والفوسفورس. المواد دي بتعود مره ثانيه للسويل، للتربه، وبالتالي في كائنات ثانيه بتستفاد منها اللي هي البلانتس اثناء عملها للفوتوسينثيس بروسيس to make the other living organism benefits from them. طبعا ما ننساش برضو ان السابروفيتيك اورجانيزمز دي بتساعدنا برضو بطريقه ثانيه، ان هي بتعمل getting rid of dead bodies، بتخلصنا من الاجسام الميته وبتفسح مكان لكائنات اخرى. اشكركم، وبكده يعتبر الترم بتاعنا انتهى على خير. اتمنى لكم حظ سعيد ان شاء الله، واقابلكم في الترم الثاني باذن الله.